بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم نبغى نتكلم عن فئة مساندة في المجتمع، وهي فئة العمالة، وخصوصا الرجال. يعني العاملة اللي جت آخذة حقها ولها تأمين ويصلحون الإقامة حقتها. أما الرجال لا، جاي ضعيف بايع أثاث عند أهله ومجمع القرش على القرش ومتسلف، وإذا جاء هنا قال له صح كفيله الإقامة عليك. ليه الإقامة عليك؟ الإقامة عليك أنت اللي جبته، وإذا جبت العامل يا تشغله يا أنك ترجع له. الدولة ما قصرت تدعمكم بالمشاريع وتعطيكم، وكل الدول حفظت إن حقوق العمالة، لأنهم يأخذون نظرة عنا سيئة أو حسنة عن هذا المجتمع. مو بالواحد يجيب لك 5 6 ويقعد يشغلهم ويقول ارسلوا لي كل آخر شهر 1000 ريال ولا 500 ريال. ليه تاخذ عرقهم؟ يا تشغله يا ترجعه لبلده، يا تاخذ تكاليفك، ولا حتى لو زاد على تكاليفك ريال واحد ترجع له، لأن حرام تدخل على نفسك حرام. لو تصلي ليل ونهار وعندك مرضى وتطلب الله عز وجل، ما الله ما يستجيب لك لأنك مدخل الحرام. فالإقامة عليك أصلا والتأمين عليك، وإذا منك مثلا سكرت المؤسسة ولا سكرت المحل اللي أنت فاتح، يا ترجع تخلي يدور رزق الله وتحوله باسم واحد ثاني وتاخذ تكاليفك لا غير. الحين لو تراجع نزهة تحويلات العمال لبعض المواطنين ترتاع، يعني العامل هو اللي يتعب على المواطن. ليش؟ يا أخي شغله ولا خليه يرجع لديرته، ما يجوز. وبعدين إقامته عليك، إذا كان مريض عليك، هذا من الله، أنت موقع على الأوراق هذه قبل تجيبه. بعضهم يشتغل ضعيف 20 سنة 15 سنة، يقول ما حصل إلا 2500 سباك، وياخذ كفيلي كل شهر 1000 ريال وأعيش ب1500 أرسلها لأهلي والله ما تصرفهم، وأبوي مريض. ليه يا ناس اتقوا الله؟ الإقامة عليك أنت يا صاحب اللي أنت جبته. حتى لو أخذت مني شيء ما تقول، بعضهم يقول رح أنت جدد إقامتك وأنت مدري ويش وأنت ارسل لي، ولا والله لا رجعك. تهددونهم، تشتغلون بشقاهم وبتعبهم، تأخذون وش اسمه رزقكم من شقاهم. ما يجوز. أنت الله لا يهينك، ما قصرت الدولة، اشتغل. مو يتسدح لي بالبيت ويقول يلا تعالوا أنتوا يا العمال، ولا ويجي واحد ثاني يقول له تبي تدخل على نفسك فلوس، يجيب لك كيبلات ويجيب لك عمال كيبلات، تراهم يدخلون عليك أكثر. وواحد ثاني يقول لك خلهم يجيب لك 4 عمال 5 عمال وهم متسدحين في البيت. ليه يا أبوي؟ ليه التخلف هذا؟ ليه ما تروح تطلع للمجتمع وتشتغل؟ وإن شاء الله لو إن في خضار، ولا تروح تاخذ دم الضعيفين هذول اللي جايين.